السلام عليكم متتبعي الكرام، ومرحبا بكم كامل في قناتي. رجعت لكم بعد غياب طويل واخترت اليوم وصفة كامل تحبوها، لي ترونش 3 شوكولا. وبما انه شهر رمضان الكريم قرب، جربوها وما راحش تندموا. بلا ما نطول عليكم تبعوا معايا الوصفة. نحط في بول البيض ونضيف عليه السكر ونضيف ملعقة صغيرة لافاني. نخلط بالباتر حتى يطلع معايا كامل خليط. لازم هنايا نضربوه مليح حتى يتضاعف الحجم نتاعو ويولي بهذا الشكل. نضيف هنا الفارينة بعد ما نكون غربلتها طبعا، ونضيف عليها الكاكاو وملعقة صغيرة خميرة كيميائية. المقادير راح تلقاوهم كامل في صندوق الوصف. نخلط من الفوق للتحت غير بالعقل باش ما يهبطش الخليط معايا، يصبح بهذا القوام. نحطه بجيه. هنا البنات في بول راح نحط الزبدة ولا المارغرين كيما تحبوا نتوما، نضيفوا عليها الشوكولا السوداء ونضيف ايضا الحليب. نروح نذوبها في بان ماغي ونعاود نرجع. تولي كيما هكذا، ما لازمش تكون سخونه كي نحطها فوق الخليط. نروح نجيب الخليط نتاعي الاول ونبقى نضيف بشويه ونخلط. انا قسمت القاناش هنا ل3 مرات، ودايما نخلط من الفوق للتحت باش ما يهبطش معايا الخليط. شوفوا نخلط غير بالعقل. هذه المره الثالثه اللي راح نضيف فيها والاخيره حتى يصبح معايا بهذا القوام. في هذه المرحله راح نقسم الخليط على 3. نجيب 3 قوالب أبعادها 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، نحط في كل قالب ثلث الكمية. إذا ما توفرتش القوالب نأخذ صينية كبيرة ونمشي فيها كامل الخليط. ندخلوا القوالب على فرن 180 درجة لمدة 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. بعد ما طاب البسكويت هنا نحط من الفوق بابي كويسون ونقلب على الجهة الثانية. نحي هذاك اللي طاب فيه. شوفوا معايا هنايا البسكويت. نجيب قالب ابعاده 18 على 18 سنتيمتر ونقطع به البسكويت ونحي الزيادات. هنا البنات نحضر لاماس جيلاتين. واش فيها؟ عندي 9 غرام من الماء مع 1.5 غرام من الجيلاتين. انا استعملت جيلاتين 200 بلوم. نخلطه وندخلوها للثلاجة حتى تتماسك. هنا عندي كريمه سائله نطلعها بالباتور، بصح ما نطلعهاش بزاف، تكون ما هي سائله ما هي متماسكه نص نص. نحطها في الثلاجه. في كاسرونه نحط الحليب فوق الفرن حتى يسخن. هنايا بعد ما سخن نضيف فوقه ماس جيلاتين اللي حضرتها من قبل وذوبتها في بان ماغي. نخلط ونحطه فوق الشوكولا السوداء كما راكم تشوفوا. نخليها تذوب شويه، من بعد نخلط حتى تذوب كامل. دوكا نجيب شويه من الكريمه اللي طلعتها من قبل ونضيف شويه فوق القاناش ونخلط حتى تندمج جميع المكونات. من بعد نرجعها في البول تاع الكريمه ونعاود نخلط. علاش ندير هذا الخطوه؟ باش ما تهبطش معايا الكريمه. نخلط مليح ونعاود نخلط بالفوي للمره الاخيره باش تندمج الجيلاتين مليح مع الكريمه. هنا نحط موس شوكولا سوداء في كيس حلواني ونحطها فوق الطبقه الاولى تاع البسكويت. البسكويت هنايا انا ما شمختوش لانه هو اصلا راح يجينا مشمخ. نحط القالب في الثلاجه ونروح نحضر موس شوكولا البيضاء. هنا نخلط 18 غرام من الماء مع 3 غرام جيلاتين باش تمدلي 21 غرام من ماس الجيلاتين. دايما هنايا نأكد ونقول باللي الجيلاتين اللي نستعملها في هذه الوصفة هي 200 بلوم. ندخل ماس الجيلاتين للثلاجة باش تتماسك. نحط الحليب في كاسرونة فوق الفرن كي يسخن، نضيف عليه ماس الجيلاتين بعد ما ذوبتها في بان ماغي.
نخلط شوية ونضيفها للشوكولا البيضاء، نخليها شوية تذوب ومن بعد نخلط مليح حتى تذوب كامل، تولي كيما هكذا. نحطها بجيه ونطلع الكريمة السائلة في بول بالباتور شوية فقط، ماشي حتى تولي متماسكة. تلاحظوا هنا راني نكرر في نفس الخطوات اللي درتها في موس الشوكولا نوار. نحط شوية من الكريمة المخفوقة فوق الغاناش، نخلطها مليح ونعاود نرجع الخليط فوق الكريمة ونخلط غير بالعقل باش ما يهبطش. نخلط بالفوي للمرة الأخيرة باش الجيلاتين تندمج مع الكريمة. نحطها بجيه ونروح نجيب القالب من الثلاجة تكون تماسكة موس الشوكولا نوار، نحط فوقه البسكوي غير بالعقل، من بعد نحط موس الشوكولا البيضاء، نعاود نردها للثلاجة باش تتماسك ونحضر موس الشوكولا بالحليب. هنا لتحضير ماس الجيلاتين لازمني 15 غرام ماء، نضيف لها 2.5 غرام جيلاتين 200 بلو، نخلطهم مليح وندخلهم للثلاجة حتى تتماسك. هنا عندي حليب ساخن، نضيف فوقه ماس الجيلاتين الذايبة، نخلطهم ونحطهم فوق الشوكولا بالحليب، نخلط حتى يذوب كل شيء. هنا البنات نزيد فوقها شوية من الكريمة المخفوقة، ماشي بزاف، اللي كنت طلعتها من قبل، ونخلط مليح ونعاود نرجعها في البول تاع الكريمة ونخلط حتى تندمج جميع المكونات. بعد ما جمدت الموس الشوكولا البيضاء نحط فوقها البسكوي الأخير ونحط موس الشوكولا بالحليب، ندخلها للمجمد لمدة ليلة كاملة. هنا نحضر الغاناش اللي نزين به من الفوق. وش لازمني؟ عندي شوكولا سوداء نضيف عليها كريمة سائلة ونضيف الزبدة، نحطها في بان ماغي حتى تذوب كامل. نجيب القالب من المجمد ونمشي عليه كامل الغاناش من فوق. ملاحظة، ما لازمش هنايا الغاناش يكون سخون، نستعمله دائما عند الدرجة 35. نرجعه للثلاجة من 5 إلى 10 دقائق. نروح الآن مرحلة التزيين. أنا صراحة البنات نحب نتعامل بزاف مع الشوكولا. هنا عندي شوكولا تومبيري وعندي في غدويد، نحط بالبانسو هذه الأشكال فوق لا في غدويد وندخلها للمجمد لمدة 5 إلى 10 دقائق، ومن بعد نخرجها من الثلاجة بعد ما تجمد ونتحصل على هذه الأشكال. هنا استعملت شوكولا سوداء، نكرر نفس العملية، الفيديو راه يشرح كل شيء. ندخلها للثلاجة من بعد نخرجها ونتحصل على نفس الأشكال كما اللي درناهم شوكولاتة بالحليب. ثاني استعملت الشوكولا البيضاء، كررت نفس العملية، دخلتها للثلاجة، كي جمدت عاود خرجتها وتحصلت على هذو الأشكال. هنا في الأخير نسخن القالب باش نحيه بكل سهولة. راح نحي دوكا لي في غدويد هذوك اللي كنت درتهم من قبل، راح نقطع الأطراف، نقطع هنا مستطيلات الطول تاعها 12 سنتيمتر والعرض نتاعها 3 سنتيمتر، وفي كل مرة راح نمسح السكين ونسخنه باش يقطع الحبة وتكون متحوفة. هنا التزيين اختياري، تحبوا تخلوهم هكذاك، تحبوا تديروا أشكال الشوكولا اللي خدمتهم أنايا من قبل. وصلنا إلى نهاية الفيديو، وكانت هذه هي النتيجة النهائية. إن شاء الله الفيديو يكون نال إعجابكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.